مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من سولو الناس. شفنا مؤخرا الإعلان الجديد للفيلم السينمائي الزين اللي فيك للمخرج نبيل عيوش، اللي لقى انتقادات كبيرة من عند المواطنين المغاربة اللي قالوا بأنه توفر بزاف على لقطات خليعة وكلمات نابية اللي ربما غتقيس بزاف ديال المواطنين المغاربه. على هذا الاساس حنا متواجدين الان في الشارع باش نسولوا ناخذوا اراء المواطنين، واش بالضروره الفيلم السينمائي يكون يتوفر على هذه اللقطات ديال العي ومشاهد خليعه ولا لا؟ نشاهد. لا ماشي ضروري، لان كاين طرق بزاف اللي نقدروا نوصلوا بها الميساج بلا عرا بلا حتى شي حاجه، وكاين سينما واعمال يعني بحال ديال ايران انا تيعجبوني، يعني تيوصلوا له الميساج وكلشي تيتشافوا وناجحين وما فيهم حتى شي لقطات حتى شي حاجه. سي فاسيل يعني باش نصيفطوا له الميساج سهل. لا ما نبغيهمش. انا شفت واحد ممثله البارح قريت عليها في الجورنال كتكلم هي وكتقول لك انا مازال غادا نقدر ندير شي مشاهد خليعه كاع في السينما، وهذه راه مطربه مغربيه راه كاع الناس شافوها في الجورنال البارح ولا البارح، واحد الفنانه راه ما عرفت بنت الرباط ولا راه ما عرفتش انا فين، قالت لك باغا دير هي شي مشاهد اللي خليعه، يعني هي قالت لك نتصور عريانه وكل شيء، وهادشي حشومه وهادشي حتى في التربيه ديالنا وفي هادشي الثقافه ديالنا الاسلاميه، وحنا محافظين في المغرب راه مستوى كيبان لك ما يقدروش بزاف الناس يشوفوا هادشي. السينما دابا كيعبر على المجتمع، يعني ماشي نعموا المجتمع ككل ولكن واحد الصفه، يعني دابا الاغلبيه الناس حنا كنشوفوا الشارع كيفاش داير، يعني لا البنات لا الاولاد، يعني انحلال كاين، و يعني الانسان دابا فقد الاخلاق ديالو، فقد هذا، يعني النتيجه هي كتجلى في السينما عاوتاني. لا اختي لا، حيت الفيلم كله كيتركز على القصه ديالو. كانت القصه زوينه الفيلم ما يكون زوين، كانت القصه خايبه راه باين الفيلم من القصه. بالنسبه لنا حنا كمغاربه ما يمكنش اصلا نتفرجوا في فيلم سينمائي في هذاك العالم، داكشي انا ما يمكنش ليا، بالنسبه لي انا شخصيا ما يمكنش ليا الصراحه غادي وتينحدر سيرتو ديغنيغمون. كاين افلام على حساب الثقافه ديالنا يعني ما تشافش عائليا، ما تشافش سيرتو الاعمال السينمائيه. مازال الدراما شويه واخا ما كاينش انتاجات كثيره، ولكن الاعمال السينمائيه منحطه صراحه. أنا تونسي، أعتقد أنه السينما المغربية مطالبة باحترام عادات وتقاليد الشعب المغربي. ضروري هو الانفتاح على الثقافات الأخرى، لكن ضروري أيضا أننا نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا ونحترموا المشاهد المغربي اللي يتفرج مع العائلة نتاعو ينجم يشوف فيلم. لما انت تتفرج مع اختك ومع امك ومع ابوك تنجم تشوف الفيلم، لا تتحرج لما تشوف الفيلم، لما تشوف مشاهد خليعه اكسيتيرا. دونك تو بو با ريغاردي ان فيلم افيك لا فامي. لا ماشي ضروري، هذا المجتمع يعني حتى ماشي، حتى انا نكون مريح نقدر نخرج العائله ديالو ونشوف شي فيلم مصري ما يمكنش نتفرج فيه، وحيت هما كيبغيو يوصلوا واحد الميساج، ولكن داك الميساج واخا كيك ما حنا ما كيوصلناش بعدا، خصهم يوصلوا ريوس ما عندي يوصلوا لنا حنا بعدا. حنا دوله اسلاميه داكشي ما خصوش يدار، وحنا دابا وليتي اصلا في السينما ديالنا المغربي وليتي تحشم انك تتفرج مع مولين الدار، فهمتيني؟ يعني ملي كتشد مثلا شي سميتو، حنا كنا كنحشموا من الاذاعات البرانيه، مثلا ملي كتكون شاد الغوت بورد ولا شي كتحشم من والديك انهم جالس كتفرج، ولكن دابا وليتي حتى من الاذاعات المغربيه تما كتحشم انك تتفرج مع مولين الدار، فهمتي؟ لذلك انك كضطر انك تمشي يا اما فهمتي، ما بقيتيش كاع كتبغي تتفرج كاع في دوك الاذاعات المغربيه، كضطر انك تتفرج في ام بي سي مثلا ولا شي اذاعه اخرى اللي هما بعدا هذوك الناس شويه حشموا علينا حنا. بشكل عام يعني خاص الواحد الا كان الدور شي دور يكون محترم، ما تكونش فيه مسائل خايبه، لان حنايا دوله مسلمه، فهمتي؟ المغرب بدا كيفهم وكيتثقف وكيوعى وكل شيء، يعني داك العرا وداك الهضره الخايبه وداك الشيء المسائل اللي هي خارجه على النطاق الاسلامي يعني حرام. واحد كيتفرج يعني كيمشي للسينما، واحد كيمشي للسينما مع عائلته، مع خطيبته، مع الجيران، مع اي واحد، يعني ما خاصش الواحد ديك قله الحياء كنقولوا، قله الحياء تكون ما بين هاك. من الاحسن تكون افلام ثقافيه وتكون محترمه وتكون يعني ما فيهاش المسائل اللي خايبه. المشهد السينمائي في المغرب ما عندوش شي مستوى كبير، يعني متذبذب، ما باقي ما وصلش لذاك المرحله، ديك لي فاز اللي وصل لهم بحال دابا السينما المصريه ولا هذه كتلقى بعض المرات يعني شي حاجه شي مستوى منحط كاع لواحد الدرجه ما كتصورش بحال بعض هذا. شوفي عارف داكشي ديال رمضان
الناس ما كيرتاحوش لي كاع بصفه هذوك السكيتشات هذه الافلام. ملي كتمشي كاع للسينما كاع تعاود السينما كتلقى داك الشيء شنو نقول لك، ما كاينش شي ثقافه عندنا ديال السينما باقا ما كايناش بعداك عند الناس المواطنين وهاد الناس كلشي باقي كيتبعوا الافلام الامريكان ديال برا هذه. هنا ما كيبان لهم ماشي شي مستوى كبير، والناس داكشي علاش كتلقى ما كاينش شي مستوى حتى له. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا اراء ديال المواطنين اغلبها كانت كتشابه، وقالوا على ان هاد المشاهد الخليعه اللي ولات كتكون في السينما المغربيه ربما ما خصهاش تكون، لان الانسان كيمشي مع الخطيبه ديالو مع العائله مع الاصدقاء يتفرج وكيحشم. كانت هذه هي اراء المواطنين، وكان هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. الى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه شوف تيفي ان سامبل كليك في هذا لو بوطون. وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.